حبايبي الحلوين، وحشتوني قوي، وحشتوني كتير. في الاول كده هنصلي على النبي، نقول عليه افضل الصلاه والسلام زي ما اتعودنا. انا راشا من قناه اكلاتي من المطبخ، ودي قناتي. النهارده هنعمل معاكم تحليه رمضانيه جميله تعمليها في رمضان باذن الله. مهلبيه الفراوله بصوص الفراوله. بصوا حاجه كده شياكه وجميله وطعم خرافه. بصوا عامله ازاي اهي. بصوا دلوقتي هنشوفها مع بعض. الخطوات هي سهله جدا بما ان الفراوله متوفره في السوق. يلا نشوف مع بعض الخطوات هنعمل ايه. يلا حلوين معايا كده الوصفة الجميلة دي. معايا حوالي 750 جرام فراولة، يعني كيلو الا ربع تقريبا. ومعايا تلت كوباية سكر. فطبعا هناخد الخليط ده هنضربه في الخلاط او الهاند بلندر، بس انا بفضل الخلاط عشان يبقى ناعم خالص. وتضربيه من غير اي نقطة مية. تاخدي السكر على الفراولة في الخلاط. هنضربه وهرجع لكم تاني عشان ما اطولش عليكم. بصوا انا ضربته من غير نقطه ميه. هو عمل بص بقى سايل ازاي لوحده. اهم حاجه انك تغسلي الفراوله كويس قوي وتقطعي العنقود منها عشان بيبقى فيها رمله اهو. وانا حطيتها كلها من غير نقطه ميه. شايفين؟ هنقول لكم الخطوه اللي جايه هنعمل ايه. كده معانا بقى الفراوله اهو بكبها جوه الحله بتاعتنا اهو. شايفين؟ معايا 4 كوبايات حليب اهو. 4 كوبايات حليب. وهنقلب بقى كل ده كويس قوي بعضه كده. طبعا لحد كده مفيش اي حاجه فيه. طبعا عايزه تصفيه صفيه، انا مش هصفيه، مفيش اي حاجه. هنعمل ايه بقى بعد كده؟ الخطوه اللي جايه هنحط 5 معالق نشا هرميين اهو. انا هحط 4 كفايه 4. وهنقلب كويس جدا على البارد. لسه طبعا هنحطوه على النار، بس هنقلب على البارد عشان ما يكتلش منكم. انا لو احتجت معلقه النشا هقول لكم انا حطيتها ولا لا. لو حسيت لسه المهلبيه بتاعتي لسه خفيفه، حسيت المهلبيه خفيفه بص انا دوبت النشا خالص اهو. شايفين؟ مفيش ليه اثر خالص. وهنبدا بقى نحطه على النار وهنشوف هنعمل ايه. انا اهو حطيته بقى على النار. شايفين اهو؟ ايدك في التقليب المستمر اهو لحد ما المهلبيه بتاعتنا تتقل. انا هقلب اهو. هنشوف. بصوا قوامها بقى متماسك ازاي وجميل. بصوا شايفين اهو. بصوا شايفين التقل بتاعه اهو. بصوا اهو اكتر. بص عامل ازاي السمكه. انا محتاجتش معلقه النشا اهي. بس السمك بتاعه بقى حلو ازاي اهو. محتاجتش معلقه النشا. بصوا القوام بتاعه اهو. خلاص انا هطفي عليه. شايفين قوامه حلو بقى، حلو متماسك ازاي. هنغلفه مع بعض بقى. هنبدأ بقى ايه نغلف لنص الطبق كده. شايفين لونها جميل قد ايه. بصوا اهو. بصوا جميله، لونها جميله قد ايه. دلوقتي بقى الخطوه الجايه هنعمل ايه. هنحط معلقه زبده. بص هنبدا بقى نحطها على النار اهو. وهنحط 3 معالق من السكر. الخطوه اللي جايه بصوا شايفين اهو. ومعايا حوالي ربع كيلو فراوله قطعتها مكعبات كده. شايفين؟ ربع كيلو فراوله انا قطعها مكعبات. هنسيحها كويس جدا على النار مع السكر وحته الزبده دي. بصوا الزبده دابت خالص والسكر داب خالص. لازم ايدك في التقليب المستمر كده على عين هاديه اهو. بصوا شايفين اهو
السكر بدأ يتكرمل اهو مع الزبدة. هنبدأ بقى نحط الفراولة بتاعتنا. هنقلب. بصوا شايفين اول ما تحطوا الفراوله تحسوا ان السكر المكرمل ده نشف منكم، ما تقلقوش خالص، قلبوا خليكم ايدكم في التقليب هيسيح كله بقى مع بعضه اهو. بصوا شايفين انا عايزاها تغلي كمان غلوتين. هقول لكم هنعمل ايه. بصوا بقى القوام ده، القوام تقل بتاع صوص الفراوله اهو. بصوا شايفين عامل ازاي لحد ما تقل معايا خلاص. هنسيبه بقى يبرد خالص وهنشوف هنعمل ايه. هنمسك بقى ايه صوص الفراوله ده، هنحط كده فوق الوش. شايفين اهو. بصوا بقى شايفين الجمال، بصوا عامله ازاي. بصوا لسه طبعا ما حطيتوش في التلاجة يتماسك لسه. بصوا جميله قد ايه. شايفين طبقتين وحاجه كده شياكه وتحليه رمضانيه جميله وحاجه كده في منتهى الجمال. يا رب بقى الحلقه بتاعتي النهارده تكون عجبتكم. ما تنسوش بالشير والاشتراك ودوسوا على زر الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. واهم حاجه تشتركوا عندي اهو، زي ما انا بتعب لكم وانتوا تتعبوا معايا معلش، ووصلوني ل 10000 مشترك. واشوفكم على خير. باي باي.